اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله، صباح الفل وصباح الورد وصباح التفاؤل، صباح الهنا على عيونكم احلى متابعين مطبخ سحر. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبيبي يا رسول الله، صباح الفل وصباح الورد، وحشتوني. ايه رأيكم في الاسعار يا جماعة اللي حصلت دي؟ بجد 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 ده جشع جشع وحاجة كده. يعني احنا ربنا يستر، ربنا يرحمنا برحمته الواسعة. بجد بجد احنا عايشين كده. في حاجة يعني مش عارفة البني آدم اللي هو ساكن هيمشي نفسه ازاي، او مش عارفة والله اقول لكم ايه. نزلت عشان اجيب حبة حاجات. يعني طبعا التومين ما بيكفيش، طبيعي التومين ما بيكفيش اي بيت فيه استهلاك وفيه عيال. نزلت طبعا، انا مش هتكلم على الزيت والسكر والحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي دلوقتي. انا جايبه لكم طريقه حلوه قوي قوي قوي، قلت تفيدكم وبسعر حاجه كويسه وبحاجه هينه. طبيعي احنا بالطحينه احنا ما بنستغناش عنها. إيه، قلت اجيب البرطمان الطحينه، لقيته بكام؟ نص كيلو يا جماعه. يعني انا اخر مره جايباه مش فاكره كنت جايباه ب 30 ولا ب 35. شويه الاقيه ب 35، شويه الاقيه ب 40، شويه الاقيه ب 45. هو في ايه؟ ايه اللي جرى في الدنيا؟ ايه يا الدنيا؟ ايه اللي جرى فيها؟ احنا عمرنا ما شفنا غلا بالطريقه دي ولا هنشوف. لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه ينزل ويفعل الجرس ليه عشان يوصلوا كل جديد. وبالله عليكم بالله عليكم لو استفدتوا من الفيديو ده حطوا لايك ليه عشان الفيديو يترفع. وبعدين انا بقالي شويه سايبه القناه بتاعتي عشان القناه طبعا ما تتاثرش بحاجه غصب عني. لو انا وقفت او حصل لي دروب كده وما كنتش بنزل حاجه بصراحه، انا ما بقتش عارفه امشي نفسي بالمصاريف. ليه بقى؟ طبيعي كل الحريم دلوقتي او كل ستات، اي ست بتشتكي من الاسعار ومن الغلاء اللي حصل فجأة ده. انا قلت بقى اللي انا هقدر عليه، انا هعمل اللي هجيب كوباية سمسم وهعمل الطحينة عندي هنا في البيت. تمام. جبت كوباية سمسم، كوباية دقيق، وايه، وحذاري انك تخلي بالك من وانت بتحمصي الدقيق بالسمسم. الدنيا خربت بره ما تخرجيش، حصل مشكلة بره ما تخرجيش، الجيران مسكوا في بعضها ما تطلعيش. لا مؤاخذة العيال بتتخانق، اوعي تسيبي الدقيق مع السمسم وانتي بتحمصيه. لحد كده وتمام، حد كده وايه وتمام. يا سحر هتعملي هعمل برطمان كده طحينة حلو واوفر على نفسي. يعني بدل ما اروح اجيبه ب50 جنيه ولا اجيبه ب40 جنيه النص كيلو، فانا هعمله هنا. انا لقيت عندي سمسم فقلت اعمله. حمصت طبعا، حمصت طبعا الدقيق بالسمسم باللون اللي هو اللون اللي يعني ما تحرقوهوش، خلي بالك منه. وجبت المطحنه بتاعتي ونزلت عليه طحن طحن زي ما انتوا شايفين. اوعي تحرقي الدقيق بالسمسم، مش هقولك تاني يا ست الكل. المهم، آه زي ما انتوا شايفين كده انا بدأت اطحن فيه. تمام لحد كده وتمام. ومعايا كوباية زيت حلوة، يبقى ايه، كوباية دقيق، كوباية سمسم، كوباية زيت. هننزل ايه؟ هننزل بشوية زيت كده، مش هننزل الكوباية كلها مرة واحدة. وهنزل بالايه، بالسمسم بتاعي بالدقيق. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، حبة حبة، حبة حبة يا جماعة، او معلقة معلقة كده، مع يعني ايه، ما تنزليش مرة واحدة عليه عشان ما يبقاش تقيل. كل ما تلاقي الخلاط بيلف وبدأت الطحينة بتاعتنا تتقل، هتقومي انت جايبة ايه، مزودة شوية زيت. احنا طبعا ما حطيناش الكوباية كلها كاملة، وهنا حطينا برضو معلقة كمان. يعني كل شوية نبصوا زي ما انتوا شايفين كده، معلقة بتتحط في قلب الخلاط. لو طول نعمل الزيت في البيت هعمله على الغلا اللي احنا فيه والكوى اللي احنا فيه. مين بقى اللي المصاريف بتكفي معاه اخر الشهر؟ مفيش الكلام ده، مفيش.
انا مني واحده المصاريف ما عادتش بتكفي اخر الشهر، ما بتكفيش خالص بسبب الغلو اللي حصل ده. مش عارفه. المهم خلاص كده، انا زي ما انتوا شايفين بصوا القوام عامل ازاي. خلاص نزلت بيها، ضربتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. هل احنا هنتم على كده؟ على فكره الميزان ده يبقى ايه جميل، خفيف كده، هو بحجاره بس حلو، بينفعني في البيدوفور وبينفعني في حاجات كتير. ورحت بقى ايه، كان عندي فول. انا مش هقولك هاتي ب5 جنيه فول سوداني، مش عارفه بقى هتروحي تلاقيه ابو 5 بقى ب10، ولا هتلاقي ايه بالظبط. المهم وجبت القلايه بتاعتي ونزلت ايه بالتركايه التانية زي ما بيقولوا تانية. إيه. طب ليه جبت فول؟ ايوه عشان الفول بينقلها في حته تانية خالص. بصوا انا جبت طبعا الفول اهو، زي ما قلت لك كده هتحمصيه تاني حاجه بسيطه، يعني ايه هيبقى اللون برضو اللي هو محمر بسيط كده، ماشي حد كده وتمام. سيبيه بس يبرد 5 كده مع بال ما ايه يستهدى، عشان ما يبقاش عاجن المعجون كله في قلب المطحنه بتاعتنا. وهنزل عليه طبعا طحن 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 زي ما انتوا شايفين كده. هو في ايه؟ في ايه؟ نعم. المهم ايه، بصوا بقى، ونزلت طبعا انا ما كنتش فضيت، وتاني بحط معلقه معلقه، ركزوا يا جماعه، معلقه معلقه، حطي معلقه معلقه. بصوا كده بقى احنا خلصنا. كوني غاسله البرطمان بتاعك ومنشفاه جدا، منشفاه. بصوا عملنا قد ايه طحينه، ايه رايكم بقى؟ انا جايبه لكم كل حاجه بالميزان وزي ما انتوا شايفين. انا مش هتكلم، مش هتكلم. خلاص. اتحداكي اتحداكي انك لو انتي ما عملتهاش، صدقيني صدقيني قسما بالله العظيم 3 هيفوتك كتير جدا جدا جدا. إيه لو قعدت عندك سنة ما تتخنش، على القوام بتاعها ده زي ما انت شايفة بالظبط. لو قعدت سنة والله يا جماعة سنة، انا ما نزلتش الفيديو ده الا لما جربت وحاجة كده، يعني انا عمري ما هنزلك فيديو ولا اذيكي باي حاجة. المهم علبة السمنة دي تتخيلوا بكام؟ علبة السمنة دي الكريستال عاملة كام؟ عاملة 100، عاملة 110، معرفش بقى دلوقتي بكام. الزيت ده زيت خفيف وده زيت تقيل. الزيت الخفيف ده احنا جايبينه برضو يعني عشان نمشي من ده ومن ده، احنا مش هنكدب. دي ب90 جنيه ودي ب75 جنيه.